تخيل معايا إنك ماشي في شارع كل متر فيه بيحكي حكاية، شارع شاف أمراء وشاف ولاة وشاف ثورات وشاف ملايين من البشر رايحين وجايين على مدار قرون. شارع واحد لكن تاريخ طويل جدا. تعالوا سوا نمشي في شارع القصر العيني ونعرف هو اتسمى ليه كده، مين اللي بناه، وازاي قصر واحد اتحول لرمز من أهم رموز الطب في الشرق الأوسط. قبل ما نفهم الشارع لازم نرجع لصاحبه الأول، الشخص اللي اسمه متعلق بالمكان هو الأمير شهاب الدين أحمد بن العيني، رجل دولة كبير في العصر المملوكي وتحديدا في القرن ال15. والعيني مش معناها ان ليه علاقة بالعين، لا، ده لقب نسبة لبلده عنتاب في تركيا دلوقتي، يعني العيني معناها اللي جاي من عنتاب. الأمير كان شخصية قوية ونفوذه كبير، وقرر يبني قصر ضخم على ضفاف النيل، قصر ملوكي بمعنى الكلمة. القصر اتبنى ما بين 1466 و 1468 في عهد السلطان قايتباي. كان قصر ضخم جدا فيه جناين واسعة ومباني على الطراز المملوكي، اسطبلات ومجالس للضيافة، وموقع استراتيجي قريب من النيل والقلعة. ومع الوقت القصر بقى مشهور بين الناس لدرجة انهم كانوا بيقولوا ده قصر العيني، ومن هنا الاسم بدأ يتكون. الناس اختصرت الاسم من قصر الأمير شهاب الدين العيني إلى القصر العيني، ومع مرور الزمن الاسم انتقل من القصر للمكان كله، وبعدين للشارع، وبعدها للمستشفى وللكلية نفسها. بعد وفاة الأمير القصر مر بفترة طويلة من الإهمال، مبنى كبير وفخم لكنه مهجور وملوش استخدام، لحد ما ظهر شخص غير كل حاجة، هو محمد علي باشا. لما قرر يعمل نهضة حقيقية في مصر بدأ بالجيش والطب، وكان محتاج مكان كبير عشان يأسس أول مدرسة طب حديثة في مصر والشرق الأوسط، فاختار القصر العيني المهجور. وسنة 1827 اتأسست مدرسة الطب هناك بقيادة الطبيب الفرنسي كلود بيك. من أول يوم القصر بقى مركز لتعليم الطب والتشريح وعلاج وتجارب علمية، وبقى اسمه رمز للعلم لحد النهاردة. مع الوقت الشارع اللي قدام القصر كبر وتوسع وبقى شريان مهم بيربط ميدان التحرير وجاردن سيتي ووسط القاهرة، وبقى بيعدي على مؤسسات مهمة منها مجلس النواب ومجلس الوزراء وكلية طب القصر العيني ومستشفى القصر العيني ومباني حكومية مهمة جدا. عشان كده الشارع شاف أحداث سياسية ضخمة، مواكب رسمية ومسيرات وأزمات ولحظات تاريخية مهمة. وانت ماشي في القصر العيني هتلاحظ جمال مميز، شجر عملاق ومباني قديمة جنب منشآت حديثة، صوت ناس رايحة وجاية، والنيل اللي بيظهر فجأة في المشهد كأنه شاهد على كل اللي مر من هنا. الشارع عامل زي كتاب كبير صفاته منقوشة على الأسفلت وعلى وشوش الناس اللي ماشية فيه. القصر العيني النهاردة بقى أكبر مستشفى تعليمي في مصر ومن أهم مؤسسات الطب في الشرق الأوسط، مركز بيخرج آلاف الأطباء سنويا، واسمه مرتبط بالثقة والعلم والخبرة. والشارع نفسه بقى واحد من أكتر شوارع القاهرة زحمة، لكن رغم الزحمة تفضل روح التاريخ باينة في كل ركن، من قصر أمير مملوكي لمدرسة طب أسطورية لمستشفى بيخدم ملايين الناس. والشارع شايل على كتافه تاريخ مصر السياسي والطبي. ده شارع القصر العيني، الشارع اللي كل حجر فيه بيحكي حكاية، واللي كل خطوة فيه بتحسسك إنك ماشي جوه التاريخ نفسه. وبس.